السلام عليكم ورحمة الله. نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه عبد الصادق: لبيت طلب فريقي وسنبذل المستحيل للخروج من الأزمة. وفي تفاصيل الخبر، أعلن فريق الرجاء الرياضي بشكل رسمي تعيين ابن الفريق حفيظ عبد الصادق كمساعد أول المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو في المرحلة القادمة، في محاولة جديدة للمكتب مسير النسور من أجل الخروج من النتائج السلبية اللي كيقبع تحت النادي الأخضر، واللي كانت آخرها الهزيمة المريرة أمام ماميلودي سان داونز جنوب أفريقي. وتابع لنفس الموضوع خص حفيظ عبد الصادق أحد المنابر الإعلامية بتصريح، ووضح فيه أنه تلقى العرض من طرف المكتب مسير النادي وما ترددش في تلبية الطلب المساعدة بشكل أو بآخر للخروج من الأزمة النتائج اللي كيعرفها فريق الرجاء. وضاف أنه غيبذل الغالي والنفيس لمد يد العون للفريق الأخضر من خلال تضافر الجهود بينه وبين المدرب واللاعبين، الإعلان على مرحلة جديدة دون نسيان الدور المهم اللي كتلعبوا الجماهير إلى جانب المكتب المسير باش تصبح مكونات الرجاء يد واحدة وقادرة على حمل الفريق والخروج به من الأزمة. وأكد حفيظ عبد الصادق في نفس التصريح أن عمله انطلق منذ الثلاثاء الماضي في الحصة التدريبية للفريق، وأنه كينتظر عمل جبار خلال المرحلة القليلة المقبلة رفقة المدرب واللاعبين، خاصة وأن النادي على موعد مع 3 مباريات في وقت وجيز، لذلك من الواجب التركيز بشكل كبير لتحقيق نتائج إيجابية والله المستعان. الرجاء يختتم تحضيراته تأهبا لمواجهة اتحاد توارقة اليوم الخميس. واختتم فريق الرجاء الرياضي تحضيراته بالأمس تأهبا لمواجهة اتحاد توارقة برسم مؤجل جولة 13 من منافسات البطولة. وأجرى الفريق الأخضر أمس الأربعاء آخر حصة تدريبية بأكاديمية النادي تحت إشراف المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو، اللي كيرفض حتى الآن فسخ عقده بالتراضي وكيطالب بكامل مستحقاته، وبهذا غيكون حاضر اليوم في دكة البدلاء في انتظار اتفاق نهائي مع المكتب لفسخ عقده بالتراضي. هذا غيستقبل فريق الرجاء اليوم الخميس اتحاد توارقة على أرضية ملعب العربي الزاولي انطلاقا من الساعة 8 ليلا، علما أن الفريق الأخضر كيحتل حاليا المركز العاشر في ترتيب البطولة برصيد 17 نقطة، بينما كيتواجد اتحاد توارقة في المرتبة السابعة 19 نقطة. خبر في نفس السياق بعنوان الإصابة: تحريم الرجاء من لاعب مهم أمام اتحاد توارقة. وفي إطار مباراته اللي غتجرى اليوم أمام اتحاد توارقة غيفتقد النادي الأخضر خدمات واحد من أبرز لاعبيه بسبب الإصابة إلى جانب لاعبين آخرين لأسباب أخرى. وغيتحرم الفريق الأخضر من جهود المدافع عبد الله خفيفي بسبب إصابة على مستوى العضلة الضامة واللي كان تعرض لها في مباراة ماميلودي سان داونز برسم ثالث جولة دور مجموعة عصبة الأبطال. وبهذا غيكون المدرب البرتغالي مضطر للاعتماد على خدمات المدافع بن عيسى بن عمر إلى جانب بوشعيب الراسي في خط الدفاع. في نفس السياق كاين أخبار كتشير كذلك لغياب كل من أناس نيتي ويسري بوزوق في انتظار التأكيد. الرجاء يقرر تعويض باقيلي بمدير رياضي جديد من أجل دخول الميركاتو. وكشف المكتب مسير لفريق الرجاء على نتائج الاجتماعات المتتالية اللي عقدها مؤخرا على خلفية سلسلة النتائج السلبية اللي راكمها الفريق هذا الموسم على المستويين المحلي والقاري. وخلصت اجتماعات المكتب المديري لفريق الرجاء لتعيين حفيظ عبد الصادق كأول قرار رسمي حسب ما جاء في بلاغ رسمي نشر الفريق الأخضر على صفحته مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. كما قرر مكتب الرجاء التعاقد مع مدير رياضي بشكل سريع لتعويض عادل باقيلي اللي كان كيشرف على لجنة الفريق الأول قصد انتداب لاعبين جدد في مراكز الخصاص. وأكد المكتب المسير مواصلة مجهوداته المضي قدما في رفع عقوبة المنع من الانتدابات في فترة انتقالات التشتوية القادمة على المستويين المحلي والدولي. واختتم مكتب الرجاء بلاغه بعزم عقد لقاء تواصلي مع منخرطات ومنخرطي النادي في غضون الأيام المقبلة لتوضيح الأمور. هذا وكيعيش البيت الأخضر حالة من الغليان بسبب مشاكل تسييرية والنتائج الكارثية اللي بصم عليها الفريق هذا الموسم وخلاته يدخل دوامة الشك وأثارت غضب وسخط الجماهير. عادل هالة يفاوض مدربا تونسيا لخلافة ريكاردو سابينتو في الرجاء. وفتح المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي برئاسة عادل هالة باب المفاوضات مع عدد من المدربين لتعويض المدرب البرتغالي سابينتو بعد ما استقروا مسؤولي الفريق الأخضر على إقالته بسبب تواضع نتائجه منذ التعاقد مع خلفا البوسني روسبال زفيكو.
وأكدت عدة منابر إعلامية أن مسؤولي الرجاء تواصلوا خلال الساعات القليلة الماضية مع المدرب التونسي نصر الدين النابي، المدرب السابق لفريق الجيش الملكي اللي كيرغب هو الآخر في مغادرة الدوري الجنوب أفريقي. إذ شنا جماهير كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الآونة الأخيرة حملة ضد مدرب الفريق التونسي نصر الدين النابي وطالبت بإقالته بعد ما حقق فوز وحيد خلال المباريات السبع الأخيرة ليه في الدوري الجنوب أفريقي. وأحبط نصر الدين النابي أنصار الفريق الجنوب أفريقي إلى حدود الجولة 11 كيحتل الفريق الرتبة التاسعة برصيد 12 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، بحيث حقق 3 انتصارات 3 تعادلات و3 الهزائم. وأكدت عدة منابر أن نصر الدين النابي بات قريب من تكرار السيناريو الألماني جوزيف زامباور المدرب السابق للنسور بعد ما تمت إقالته من تدريب الوحدة السعودي قبل نهاية الموسم، علما أن زامباور مرشح هو الآخر رفقة نصر الدين النابي لتعويض سابينتو في انتظار الاتفاق مع أحدهم لقيادة الرجاء في بقية الموسم الحالي. النتائج الكارثية في كل الفئات تدق ناقوس الخطر في الرجاء، وكيعيش فريق الرجاء وضع صعب هذا الموسم ماشي فقط على مستوى الفريق الأول، بل امتدت النتائج المخيبة وشملت جل الفئات العمرية والفروق النسوية والرياضية التابعة للنادي. وهو ما كيثير الكثير من التساؤلات حول واقع التسيير التقني والإداري داخل البيت الرجاوي. وشهدت مختلف فئات الرجاء هزائم متتالية في الأسبوع الأخير، وهو أمر غير مهود بالنسبة للنادي اللي كيتعتبر أحد أقطاب الكرة الوطنية، إذ تعرض فريق الأمل لخسارة ثقيلة ب3-0 أمام فريق سيد الرحال، كما خسر فريق الفتيان بدوره نتيجة 1-0 أمام أكاديمية يوسف شيبو. الفريق النسوي ما سلمش هو الآخر من النتائج السلبية، بحيث نهزم بهدفين مقابل هدف واحد أمام فريق أمجاد تارودانت، فيما تعرض فريق الفوتسال بدوره للهزيمة وخسر بنتيجة 4-2 أمام فريق أسود الشاوية برشيد. وسط سوء النتائج ظهر بصيص أمل من خلال فئتي أقل من 18 سنة وأقل من 16 سنة اللي تمكنوا من تحقيق الفوز على أكاديمية يوسف شيبو، كما حققت 3 فروق رجوية مشاركة في منافسة عصبة الدار البيضاء انتصارات مهمة على حساب شباب محمدية. إلا أن هذا ما كيكاش الواقع باللي كاينة مشاكل داخل منظومة وأكاديمية فريق الرجاء، وكيبقى من الضروري وضع خارطة طريق واضحة للنهوض بفروق الرجاء على كافة المستويات وإعادة النادي لمكانته الطبيعية كأحد أبرز مراكز التكوين في المغرب وعلى الصعيد القاري. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فيغ، في أمان الله، ونتلاقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناء.